حزب الشعب إلى الحياة السياسية المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول ان الحزب ان شاء الله يهتم بقضايا المواطنين ويغطي بعض الجوانب الغائبه من خطاب بعض التيارات الاسلاميه زي الاهتمام بحقوق العمال والفلاحين اللي تعرضوا لتضخيم كبير جدا من المظالم في عهد مبارك، اهتمام بحقوق بعض الاقليات المصريه العريقه زي اهل سيناء واهل النوبه. فعلى سبيل المثال قضيه زي قضيه سيناء تم التعاون معها خلال عهد مبارك كملف امني من خلال ملفات امن الدوله، ما ادى لتكريس حاله من العداء بين اهل سيناء وبين الحكومات المتوليه. فاحنا ان شاء الله نحاول ان يتم التعاون مع هذه القضيه كملف انساني، ملف اجتماعي، ملف تنموي، ملف وطني، وكذلك غيرها من القضايا الشبيهه اللي تعرض لها اهل النوبه وغيرهم. احنا ان شاء الله قدمنا النهارده نسخه اوليه قابله للتعديل من برنامج الحزب، يتم خلال المده القادمه عرضه على عدد من الخبراء، عرضه على عدد من افراد الحزب ومن المتعاطفين مع الحزب او المتعاونين معاه في المناطق المختلفه، بحيث يعرضوا مشاكلهم ونصيغها على هيئه تشريعات نتقدم بها ان شاء الله لمجلس الشعب. نعم، يعني ما تحدثت عنهم هو عناوين عامه من الممكن ان يعمل من خلالها العديد من الاحزاب الموجوده على الساحه. تمام. ما هي نقطه التميز التي يدخل بها حزب الشعب الحكومي؟ تمام. اقول لحضرتك شيء، احنا لينا خيارات سياسيه للجبهه خلال المده الماضيه، هذه الخيارات بتعبر عن توجهاتنا اختلفت عن غيرها من الاحزاب الموجوده، كموقف من الثوره والمشاركه فيها، كموقف من المجلس العسكري بعد ما حاول يتجاوز على او يقفز على انتاج استفتاء الدستور في مارس، موقف من الاعتداء على اهالي الضحايا والمصابين والشهداء الثوره في 19/11، الموقف من الفريق احمد شفيق وغيره. فكل دي مواقف بتمثل رصيد تاريخي بنبني عليها في المرحله القادمه، فضلا عن الاهتمام بالنقاط اللي ذكرتها لحضرتك. البرنامج فيه نقاط يعني تفصيليه لا يسعني ذكرها جميعا، زي ما حضرتك احنا طرحينه دي مش مسوده نهائيه، انما هي قابله للنقاش المجتمعي والنقاش السياسي والعرض على ناس من المناطق او من الطوائف اللي تعرضنا في الخطوط العامه، بحيث يعطوا تفصيلات نقدر من خلالها نصوغ تشريعات تحل مشاكل هذه العقليات، هذه الطوائف وغيرها. البعض يصف يعني دعوتكم لاقامه مثل هذا الحزب بانه استغلال للازمه التي يمر بها حزب النور حاليا. لا ابدا. لو حضرتك رجعنا لوسائل الاعلام، احنا اعلنا عن بدء اجراءات تاسيس الحزب من حوالي شهر قبل ازمه حزب النور اللي ظهر. حزب النور نجح انه يعني فضلان انه يحتوي هذه الازمه ويحلها، ما جيتش انا بعد كده حليت الحزب ولا حاجه. ازمه حزب النور هي ازمه نجح او كبوه نجحوا في تجاوزها، انما احنا اعلنا من شهر ان احنا هنبدا في اجراءات تاسيس الحزب سبق ضمن المشاكل اللي حصلت في حزب النور. احنا بنعتبر ان تعدد الاحزاب الاسلاميه والاحزاب السياسيه عموما ده لا يضر الحياه السياسيه، انما يثريها ما دام ده في اطار التناصح والتعاون والتكامل، وليس في اطار الصراعات والمنابذات ما يضر الوسيل الوطني للمجتمع. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. الفرق ما بين الجبهه السلفيه والحزب، لانه انا شعرت ان في فرق يعني عند اعضاء الجبهه السلفيه والحزب. الجبهه السلفيه هي جهه دعت لانشاء الحزب، انما الحزب ده لكل المصريين بكافه اديانهم بكافه توجهاتهم، فلا يشترط لمن يدخل حزب ان يكون في الجبهه. خيارات الحزب وآراءه دي بيعبر عنها او بتعبر عنها هيئته العليا مكتبه السياسي، ولا تعبر عنها الجبهه. ففي تفاوت في الدور الاداري او في الوظيفه الاداريه، كل اتجاه الجبهه بتأدي رسالتها من خلال طبيعه عملها ومناشطها، والحزب بيأدي رسالته من خلال طبيعه مناشطه السياسيه. ففي فوارق في الاداره، ده له قياداته واعضائه وافراده، وده له قياداته في علماء من الجبهه السلفيه مع في رموز علميه تعملوا في الشيخ ممدوح جابر، الدكتور ممدوح جابر، في الشيخ اشرف عبد المنعم، في الدكتور صفوت عبد الغني وغيرهم من قيادات الاوساط الاسلاميه. بناء وتنميه. ماشي، بس داعمين الحزب. حضرتك شفت القى كلمه كدعم الحزب، مش بقول كافراد للحزب. احنا حريصين برضه في مناشطنا ان مش كل حاجه في العمل السياسي يبقى في شخصيات هي اللي بتوجه الحزب. طبيعه الممارسه السياسيه يبقى يمارس هذه الممارسه يختارها مكتب السياسي للحزب، الهيئه العليا للحزب. الجاهزين لهم دور في الحزب؟ الحزب مفتوح ولا ما فيش؟ الحزب مفتوح للجميع من يرى المشاركه السياسيه كاداه للتعبير عن اراءه السياسيه وتنفيذها على ارض الواقع، ايا كان الهويه اللي بينتمي ليها. فالاسلاميين بكافه تنوعاتهم يعني نفتح لهم ذراعنا للانضمام للحزب. كل المصريين
في تواصلات مع ائتلاف اقباط 38 بعض افراده يدخلوا. الاستاذ نادر القى كلمه في المؤتمر الصحفي. فالحزب يتسع لكافه المصريين، مش خاص باشخاص معينين او يشترط فيه مواصفات معينه قد تشترط في العمل الدعوي او الاسلامي او الجماعي. انا اشكرك، مش عايز اعطلك. شكرا. يعني انت متحدث باسم الجبهه السلفيه؟ لا، عضو المكتب الاعلامي ولست متحدث. عضو المكتب الاعلامي. نعم. ممكن بس تشرح لي ايه الفروق اللي حصلت ما بين الجبهه السلفيه وحزب الشعب؟ يعني انا شعرت في بدايه الامر انكم تيار واحد او ده الذراع السياسي للجبهه. لا، هو مش الفكره مش كده. هي الفكره ان الفرق كبير جدا، ان الجبهه هي جهه ثوريه او كتله ثوريه شعبية، أما الحزب فهو حزب سياسي يمارس العمل السياسي بكامل أركانه يعني. ألا تستطيع أن تجمعوا بين الاثنين؟ لا، ما هو هل تجد فرق؟ في فرق كبير جدا. ايه الفرق ممكن توضحه؟ في اخوه كتير من اخوه الجبهه مش مشتركين في الحزب. هم الجبهه كفكر وكنسق وكنمط مناسب جدا ليهم، انما الحزب كعمل سياسي وكده هم ما لا يفضلوا العمل السياسي لان ليه ضوابطه. مش هنرجع لخلفيه اخرى ان العمل السياسي حرام وانه الاندماج في العمل السياسي قد يؤدي؟ ده موجود. طب ما هو فكر ويحترم وعليه ادلتهم وناس بتحترمه وخلاف معتبر. يعني طالما ان الخلاف معتبر فاحنا مش هنصدر على راي حد. احنا بنتكلم في فكره طول الوقت. نستطيع ان نقول ان ده نوع من انواع الانشقاق ولا انتوا بتكملوا بعض؟ لا خالص. الاخوه اللي شاركت، اغلب الاخوه اللي ما شاركتش من الجبهه في الحزب هم ما عندهمش وقت للعمل السياسي، ما عندهمش حب للعمل السياسي. مش شرط. الموضوع مالوش علاقه بالانشقاقات، بالعكس. الجبهه كانت طول الوقت هتبقى الجبهه السلفيه كما هي؟ نعم. ايه دورها الحالي؟ دورها اللي هو الشعبي الثوري، المشاركه في الفعاليات الثوريه، الرؤيه الثوريه للامور، لان احنا طول الوقت عندنا شرعيه سياسيه وشرعيه ثوريه. الرؤيه الثوريه للامور، الرؤيه المجتمعيه للامور بحريه مطلقه تماما بممارستها، تتفق مع ممارستها. انما الحزب لا، الحزب ليه كادر سياسي، ليه ممارسه سياسيه، ليه مكتسباته السياسيه. الجبهه ليس لها مكتسب سياسي. الجبهه ايه الفرق ما بينها وجبهه علماء التيار السلفي؟ لا خالص، ده موضوع مختلف. بس هناك من يخلط ما بينهم. الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح هي هيئه كبار العلماء، يعني هيئه كبار العلماء التيار الاسلامي كامل التيار الاسلامي في مصر. اما الجبهه فهي حركه ثوريه لها كوادرها ولها. مين اهم كوادرها؟ الدكتور خالد سعيد، الدكتور هشام كمال، الشيخ اشرف عبد المنعم، يعني برضو اعضاء الدكتور خالد، الشيخ رفيع السرور، كان في وقت من الاوقات الشيخ حازم فرح ابو اسماعيل، الشيخ فوزي السعيد، كانوا دول مرجعيات وكوادر في الجبهه. ترك ليه الشيخ حازم ابو اسماعيل الجبهه؟ لم يتركها، وكان احد المرجعيات. يعني كنا اثناء الثوره كل قراراتنا السياسيه بنكون متسقه معاه وبنرجع له اثناء الثوره. كانت مرجعيه ثوريه سياسيه ثوريه يعني. انما الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح هي هيئه شرعيه من كبار علماء التيار الاسلامي، يتخذوا القرارات التي يعني تحدد الرؤيه الشرعيه للتيار بالكامل. ايه ترى مستقبل حزب الشعب الان؟ ان شاء الله باذن الله كل كيان مرتبط بمستقبله بمدى اخلاص افراده، وبمدى تبنيهم لقضاياهم، وبمدى اجتهادهم في تحقيق مطالبهم، وبمدى تواصلهم مع الجماهير، وبمدى يعني استحضار اليات عمل سياسي تحقق فائده للوطن وفائده للشعب. وقتها هيكون حزب الشعب ده ناجح جدا. اي حزب على الارض هيشتغل ويحقق مطالب للناس ويحقق اهداف للوطن هيكون حزب في مقدمه الاحزاب، ما فيش شك. انت تقف بين التخوف ما بين الحزب والجبهه تخوم يعني في تخوم يعني تقف يعني على حدود على حدود سوف تندمج في الحزب ام لا تندمج في الحزب؟ الى الان لم اتخذ قرار. انا طول الوقت من اول يعني ما اشتركت انضميت للاخوه في الجبهه، وانا بعمل في الجبهه بكل جهد ومستمر في الجبهه ان شاء الله باذن الله، لان يعني فكر الجبهه اللي انضمينا ليه واللي اشتغلنا عليه واللي اسسناه له واللي نشرناه حاجه يعني رائعه جدا. انما الانضمام لحزب بيحتاج اي حزب بغض النظر عن حزب الشعب او خلافه، ولو كان في فكره الانضمام لحزب فيبقى اكيد طبعا حزب الجبهه حزب الشعب يعني. في فروقات بسيطه الناس مش بتقدر تتفهمها ما بينكم وبين الجهاديين سيناء والتيار السلفيه الجهاديه، ممكن توضحوا لي؟ الفرق بسيط جدا. هو ما يعني احنا مش عايزين نتكلم في فروق، ولكن عايزين نتكلم في رؤى. هي ليست فروق، هي اختلاف في الرؤيه.
الممارسة السياسية أو ممارسة العمل السياسي هي الفيصل، هي المحك، هي الحدود شوية اللي بتفرق ما بين. انت لا تحرم العمل السياسي؟ لا، أنا لا أحرم العمل السياسي. ولا تحرم تأسيس الأحزاب؟ لا، وإن كان هناك من يحرم فهي يعني نحترم رأيه، وهي اختلاف فروقه، ويعني ما فيش خلاف. يعني اللي حتى بيحرم العمل السياسي في ظل الوضع القائم أو اللي ما بيحرموش، فدي اختلاف في الرؤى واختلاف معتبر، يعني اختلاف معتبر كله معاه. البعض لا يراه خلافا معتبرا خارج سياق الحركة الإسلامية. لا خالص، لا، ازاي هو خلاف معتبر طبعا. واحنا طالما بنتكلم في فكر، فالفكر يقوم على الرأي وعلى الرأي المخالف وعلى الحوار. الفكر يقوم على هذا. أما وصم أي فكر بما لا يحمله أو بما لا يرتكبه، ده الإرهاب. يعني بعض الإعلام وبعض التيارات في مصر ترهب التيار الإسلامي حتى الغير ممارس السياسة. طالما أنت مش بتمارس سياسة يبقى أنت إرهاب. لا، أنت اللي بترهبني مش أنا اللي برهبك. لان انا بتحاور معاك، بقول لك والله انا مختلف معاك في هذه النقطه، هذه النقطه خلاف شرعي، انا شايف انها لا تجوز، انت شايف انها تجوز. ده فكر ولا مش فكر؟ هل الائمه الاربعه حد فيهم خون الثاني؟ هل ائمه النهائي؟ فاخواننا اللي حتى بيحرموا العمل السياسي رايهم معتبر، نحترمهم ونقدره ونتناقش معاهم، والموضوع مستمر. شكرا يا استاذ. عفوا. السلام عليكم.